إذن استعدادات عسكرية حوثية غير مسبوقة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. هذه الاستعدادات تتزامن مع إعلان الميليشيات إدخال توربيد مسير إلى قدراتها البحرية المتمثلة بالألغام والزوارق. هذه التطورات كشفت عنها مناورات برية وبحرية حوثية أجريت مؤخرا في الحديدة. تحاكي هذه المناورات وفق مصادر عسكرية حرب المدن والتصدي لعملية مرتقبة في ظل توقعات حوثية بلجوء واشنطن لتنفيذ عملية إنزال برية بالتنسيق مع وحدات عسكرية تابعة للحكومة اليمنية. وسائل إعلام حوثية قالت إن هذه المناورة تحمل دلالات تصعيد وتبعث رسائل بمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها الميليشيات. سبقت هذه المناورات إجراءات عسكرية حوثية في أنحاء متفرقة من الحديدة شملت تفريغ الميناء من البضائع والحاويات وإخلاء بعض القرى الساحلية من السكان والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية وتحويلها إلى تحصينات عسكرية معززة بالأنفاق والخنادق. شهود عيان أكدوا للحدث إقدام ميليشيا الحوثي على تهجير نحو 300 أسرة من منطقة منظر بمديرية الحوك والمطلة على مطار الحديدة خلال الأيام الماضية. بالتزامن كشفت مصادر استخباراتية عن استعداد الميليشيات لنشر ألغام بحرية وزوارق مسيرة مفخخة تلقتها مؤخرا من إيران في إطار تصعيد تهديداتها لأمن الملاحة. كانت غارات أمريكية ركزت في الآونة الأخيرة على استهداف تحصينات حوثية وأنفاق في محيط مينائي الحديدة والصليف وكذلك مطار الحديدة ومدينة اللحية ومنطقة الجاح جنوب مدينة الحديدة. في المقابل حذر مسؤولون حكوميون يمنيون من انعكاسات الأعمال الإرهابية الحوثية ضد الملاحة على معيشة اليمنيين وأمن المنطقة، مطالبين بدعم القوات الحكومية لبسط سيطرتها على السواحل الغربية الخاضعة للحوثيين ومنع تدفق السلاح الإيراني وتأمين الملاحة.